أسرة مروان اضطرت تسيب شقتها القديمة بعد مشاكل مادية. لغوا إعلان لشقة كبيرة في منطقة هادية جدا وسعرها رخيص بطريقة غريبة. أول ما وصلوا العمارة شكلها عادي، بس في حاجة ملفتة. التيت الأرضي فيها شقة بابها من غير مقبض، كأن محدش مفروض يفتحها. الجيران قالوا العادي، الشقة دي مقفولة من سنين، اللي كان عايش فيها مات. فكرتهم كلمة مات بشكل عادي، لكن ملامح الجيران كانت مخبية خوف. الفصل الثاني. أصوات في الليل. بعد يومين بدأت بنت مروان الصغيرة ليان تقول إنها بتسمع خطوات في الممر بالليل. البيت كله هادي، بس صوت الخطوات واضح، ثقيل، كأنه شخص بيجر رجلانه. أول مرة مروان يسمعها افتكرها هي وبتخوف نفسها، لكن الليلة اللي بعدها سمع هو كمان. الخطوات بتقف قدام باب غرفته كل مرة، ولما يفتح الباب الطرقة فاضية. الفصل الثالث. الممر الطويل. في منتصف الليل البيت اتغير. مروان خرج يشرب مية، ولما بص لممر الشقة لقاه طول، بقى أطول بكتير جدا عن الطبيعي، كأن البيت بيمتد لوحده. كان في باب جديد آخر الممر، باب ما كانش موجود الصبح. مروان قرب عليه، ولما حاول يفتحه سمع من جوه نحيب حد بيعيط. سحب إيده بسرعة، الممر رجع طبيعي. الفصل الرابع. الغرفة المخفية. بعدها بكم يوم ليان اختفت. فضلوا يدوروا عليها بالساعات، لحد ما أخوها حسام شاف ضوء صغير تحت الحائط. الحائط بيتحرك، والساعة فتحة صغيرة، ووراها غرفة متخبية بالكامل. جدرانها مكتوب عليها لا تنام قبله، سيستيقظ في الظلام. لقوا ليان نايمة في نص الغرفة، وشعرها مشدود كأن حاجة كانت بتمسكه. الفصل الخامس. الدفتر الأسود. مروان لاقى دفتر قديم جوه الغرفة، صفحات قليلة مكتوبة بخط سريع مرتجف. قابلته أول مرة 3 صباحاً، كان واقفاً في الممر طويل جداً بيراقب. في كل مرة حد ينام قبله بياخده. آخر صفحة مكتوب فيها لو صحيت وحدك، هو جوه البيت، وآخر كلمة الثالث. الفصل السادس. الكاميرات. مروان قرر يركب كاميرات. في أول ليلة التسجيل عرض الساعة 3:02 شخص طويل جدا، جسمه زي العظم، مفيش ملامح في وشه، واقف قدام غرفة ليان، محسوش بيه وهم نايمين. والأسوأ، الغرفة المخفية ظهرت في التسجيل، لكن بالنهار مفيش حاجة. الفصل السابع. الجار القديم. واحدة من الجيران، الحاجة أمينة، حذرتهم البيت ده مش ملك بشر، فيه روح اتعلقت، كانت من الجن، اتحبت في إنسان عاش هنا. لما مات رفضت تسيب المكان، وقالت جملة خلتهم يتجمدوا: هو مش 1 ولا 2، هم 3، وانتوا بقيتوا الرابع. الفصل الثامن. الكابوس. كلهم بدأوا يشوفوا في الأحلام، يقف فوق صدورهم يمنعهم يتنفسوا. بس حسام شاف حاجة مختلفة، شاف المكان اللي كان فيه الثالث، مكان مليان ناس مربوطة، عيونهم سودة، بيصرخوا من غير صوت. والأسوأ، شاف نفسه متعلق معاهم. الفصل التاسع. اختفاء الأب. في ليلة اختفى الأب، مفيش أي صوت، مفيش أي كسر. كاميرات المراقبة سجلت الساعة 3:14. الأب ماشي لوحده، فتح الباب اللي من غير مقبض، وبيقول أخيراً رجعت. الباب قفل لوحده واختفى للأبد. الفصل العاشر. الباب الممنوع. الصبح الباب اختفى نهائياً، زي ما عمره ما كان موجود. مروان جاب شيخ يقرأ قرآن. أول ما بدأ قراءة سورة البقرة الجدران بدأت تنزف سواد. ليان وقعت على الأرض تتشنج، وصوت من الجدران يصرخ: هي مش لكم. والبيت كله اهتز. الفصل 11. طريق تحت الأرض. الشيخ بصوت قوي: افتحوا المكان اللي تحت التراب. في غرفة الجلوس الأرض انفجرت وظهرت سلالم نازلة لتحت. السلالم طويلة، لكن لازم ينزلوا، لأن ليان بدأت تختفي ببطء من تحت. الفصل 12. القبو. القبو مليان غرف محبوسة، فيها ناس شكلهم متحلل لكن عايشين. كلهم يقولوا نفس الجملة: النوم قبل الثالث موت. وفي آخر القبو لقوا الباب الأسود، منه دخلت رياح باردة وصوت يهمس: بدل، خليك بدل. الفصل 13. المواجهة. مروان دخل الباب، لقى الثالث، كائن طويل، وجهه ثقوب بدل العينين، بيقوله: أعطني 1 وخد الآخر. كان بيطلب تبادل أرواح. مروان رفض، قرأ بصوت عالي: آية الكرسي.
الثالث بدأ يصرخ بصوت يشق الأذن. الأرض اتفتحت تحت رجليه وسحبته نار سوداء، وفجأة القبو اختفى. الفصل الرابع عشر، النهاية المفاجئة. رجعوا البيت، لقوا الأب واقف في الصالة، لكن عنقه ملفوف 3 مرات وعينيه سودا بالكامل. قال بصوت مش إنساني: لما طردت الثالث أنا بقيت مكانه. وراح ماسك ليان من رقبتها. الكهرباء قطعت، صرخة، سكون. الفصل الأخير. اليوم التالي الشرطة لقت الشقة فاضية، مفيش أسرة، مفيش أساس ولا حتى غبار. لكن الجيران اسموا إنهم شافوا 4 أشخاص يخرجوا الساعة 3 الفجر. أطولهم كان ماشي بدون ما يحرك رجليه. شان عديجن